السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. عايزه اقول لكم صيف وبرق ورعد ومطر في نفس الساعه. جو غريب جدا. كنت عند ماما والدنيا قلبت فروحت لقيت بقى كل المكان عبارة عن تراب داخل كده من عند الباب والأماكن دي. والستارة واقعة، كل حاجة فيها يعني تراب، لدرجة ان الواحد كان بيتنفس بس تراب. فبصراحة ما قدرتش اخليه الصبح، لان احنا اصلا بنقعد هنا، فمش معقول هنقعد في مكان كله تراب. طبعا حاجات اللي هي لعبة حاجات من دي اكيد طبعا سليم اللي رميها تحت الانتريه، مش من الهوا ولا اي حاجة. فقلت خلاص انا هقوم وهعملها، رغم ان فعلا حرفيا ما كنتش قادره، ان التراب اصلا لوحده بيبقى عامل يعني بتشميه اصلا، فظيع. فقلت اعمل على الاقل المكان اللي احنا قاعدين فيه. فقلت بقى اشغل الكاميرا بحيث ان انا ما كسلش يعني وكده. فدخلت كده ابتديت اشيل انتريه، قلت بقى بالمره من ده يعني مش هعمل تحت الشباك بس. هو طبعا ده اكتر مكان فيه تراب، لانه بيدخل، انا معرفش بيدخل ازاي اصلا التراب كل ده، بس هو ده اكتر مكان فيه تراب. فقلت خلاص انا هشيل الانتريه كده كنت عايزه اشيله. ونفضته طبعا، وان شاء الله كده باذن الله يومين كده وهغسله يعني الكفر اللي عليه. فقلت بقى اصور معاكم كده الروتين الخفيف ده اللي هو برعاية التراب ومطر وحاجات. والله بجد كان يوم غريب، برق ورعد ومطر وهوا. هوا بقى جامد جدا وتراب بطريقة فظيعة. بس الحمد لله يعني يوم معدى. فقلت بعمل معاكم روتين كده مسائي. فهنا بقتي قلت اشيل زي ما قلت لكم الانتريه، وكان لسه تحتيه، ومسحت باللي هي المساحه البخاخ دي، هي بتبقى فيها بخاخ دي. ما كنتش بقى حابه اقعد اعمل ميه وكده، لان بخاف بقى سنين يجي يعدي يعني لا قدر الله يتزحلق او كده. فقلت مش مشكله هعمله بالمساحه دي على طول، وكده كده هي بصراحه بتلمع السيراميك حلوه قوي. فقلت خلاص هعمله وان شاء الله يعني ان شاء الله مش اخر تنظيفات يعني. بس عشان طبعا زي ما قلت لكم التراب، وانا كمان عندنا حساسيه يعتبر في البيت، وعندي سليم عنده حساسيه وجوزي والجيوب الانفيه والكلام ده، فكان صعب جدا نسيب البيت بالشكل ده. فزي ما قلت لكم هنا بقى ابتديت امسح تحت الكنب ورجعته مكانه، وهنا برضو هشيل الجزء ده وهكنس تحتيه برضو، رغم ان انا حرفيا في وقت ما كنتش قادره خالص، حرفيا ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. بس بقى يعني المضطر يعني، ما انا كنت ممكن اكنس يعني من على الوش وكده، بس هو بصراحه قلت خلاص مادام بقى بدات وكده، وانا ان شاء الله اصلا اليومين الجايين انا هشيل الستاره، لان الستاره وقعت فهشيلها يعني برضو هعملها لان هي وقعت خالص. شوف لها حل يعني. وهغسلها بقى، وان شاء الله اغسل المفارش معاكم والحاجات دي باذن الله. والسجاد حتى السجاد نفسه نظيف، الحافظه بس يعني الحافظات هي اللي محتاجه تتغسل، فباذن الله برضو هبقى اغسلها. ممكن ساعتها ان شاء الله اصور لكم لو ما وديتهاش مغسله، لان انا قبل رمضان غسلتهم في البيت، ما وديتهمش مغسله ولا اي حاجه. كنست. شايفين بقى انتم متخيلين كميه التراب يعني بجد. الله يقوي الناس ويشفيهم يا رب اي حد مريض جيوب انفيه او حساسيه، لان فعلا الموضوع صعب جدا جدا. والجو اتغير بطريقه غريبه، هو اليوم كان كله مره واحده الجو بقى لونه اصفر وهواء اصفر وتراب وبالليل بقى بدأت تمطر وبرق ورعد، تحس ان احنا عايشين في فيلم رعب يعني. بس الحمد لله. بس واليوم عدى. يعني انا عندي بصراحه السلم بقى هو اللي باقيلي، فهعمله ان شاء الله. عباره عن تراب يعني، هو انتوا اصلا ما تشوفوش من التراب، بس الحمد لله كنت في الوقت ده بقى كنت ناشره غسيل، فلكم ان تتخيلوا يعني غسيل هيتعاد غسله. يلا الحمد لله.
فهنا بقى ابتديت امسح كده الترابيزات. لو تفتكروا كنت عامله معاكم روتين وكنت مصوره، كنت منضفه فعلا البيت كله وبالاخص الترابيزات دي، لان انا عندي الترابيزه دي بتلم تراب كتير جدا، بس مش مشكله يعني. اهم حاجه يعني هتخلص بصراحه اللي عليه وكده. فهنا بقى مسحت الترابيزه من كل الجوانب زي ما انتوا شايفين، وببتدي بقى ان انا ابتدي افرشها وارجع كل حاجه مكانها. زي ما قلت لكم كده كده بالنسبه للمفارش والحاجات دي انا اشيل كل الحاجات دي واغسلها. هغسلها بقى مع الكفر بتاع الانتريور زي ما قلت لكم، اشيل الستاير وكده. رجعت بقى كل حاجه مكانها، ونفضت برضو المفرش عشان لو عليه تراب او اي حاجه، ومسحت المصحف برضو كان عليه تراب، والترابيزه اللي جنبي دي انا ما صورتهاش بس كانت عليها كميه تراب فظيعه. وبعد كل ده طبعا انا مش في الطبيعي اني ببخر بالليل، بس هبخر لان فعلا معرفش ريحه التراب كانت صعبه قوي. فقلت خلاص هشغل يعني بخور وكده، وبخرت البيت كله الحمد لله. البيت بقى هادي ودخلت عملت بقى اكله كده سريعه وحلوه كان نفسي فيها. طبعا ده الاكل بقى مكلف جدا، حتى لو اشتريتيه مكلف جاهز عملتيه في البيت مكلف، بس انا عملتها يعني وتصرفت. بصراحه النظافه مفيش احسن منها. البني ادم والله لو البيت مكركب وشغلت بقى قرآن، البيت لو مكركب او كده والله بجد بتبقى الواحد نفسه حالته النفسيه بتبقى وحشه. فالحمد لله. دخلت بقى المطبخ، كان نفسي اكل اوريزو وما كانش عندي ولا ستريبس ولا كان عندي الصوص اللي هعمله بيه ولا اي حاجه خالص. دخلت كده عملت مع نفسي، قلت احط الحاجات يعني اللي عندي، اي حاجه عندي. كنت متبله بانيه كنت اعمله بدل الستريبس، فانا بقى نعمل الرز اكيد يعني. فجبت كل الحاجات اللي عندي، كان عندي كاتشب وصويا صوص، وكان عندي عسل اسود، كنت احط عسل ابيض. العسل بيديله تيست، بيديله طعم يعني هو بيبقى فيه زي تسكيره كده حلوه قوي قوي بجد. عايزاكم تجربوا الصوص ده هيعجبكم قوي. فهنا بقى حطيت يجي معلقه عسل صغيره مش كتيره، ما تخافوش مش هتخلي الطعم مسكر قوي ولا حاجه، لا هتبقى طعمها حلو جدا. وهحط بقى صويا صوص برضو، هحط حبه كده حلوين زي ما هتشوفوا دلوقتي. حطيت كده حبه صويا صوص، دي صويا صوص غامقه بتبقى حلوه جدا جدا مع اللحوم وكده، بتبقى طعمها خطير 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 في التتبيلات. وكمان لو عملتها زي ما انا عملتها كده بصوصات يعني كصوص لرز او حاجه فبتكون حلوه جدا. وهحط بقى كاتشب كتير يعني حبه حلوين قوي، يجي مثلا مش عارفه ربع كوبايه مثلا او كده. انا ما بحبش اقول يعني مقادير قوي بالظبط، لان طبعا على حسب الكميه اللي هتعمليها وكده. وهنا بقى احط فلفل اسود، يعني يجي برضو كده مثلا نص معلقه من كل حاجه من التوابل اللي انا حطها دي. وهنا هحط كزبره ناشفه و7 بهارات، وهحط كمان كمون، بفتكر لكم عشان انا نسيت والله، بس هي البهارات انا بحطها في الطبيعه. واحط بصل بودر وتوم بودر، بصل بودر وتوم بودر اللي انا كترته ده بصل بودر. انا في توابل بحب اكترها عن توابل معينه، يعني في توابل بحبها تبقى اكتر. انتي طبعا براحتك في التوابل والحاجات دي، براحتك زي ما انتي ما بتحبي يعني حاجه. وهحط كمان هحط بابريكا مدخنه، بتدي طعم حلو قوي قوي على فكره للاكل، هتعجبكم جدا يعني. جربوا تحطوا بدل البابريكا العاديه حطوا بابريكا مدخنه، بتدي تيست حلو قوي قوي. فهحط برضو منها يعني يجي زي ما انتوا شايفين كده نص معلقه، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. واحط طبعا حطيت ملح، معرفش ليه حطيت ملح رغم ان هو يعني هو مش عايز ملح ولا اي حاجه، بس حطيت ملح عشان تقريبا عشان يعادل يعني. فبجد طعمه حلو جدا. ولو عايزه كمان ممكن تحطي شطه هتبقى خطيره، بس انا ما حطيتش عشان طبعا سليم انا عندي سليم بياكل شطه، بحب الشطه جدا، بس برضو انا ما احبوش ان يبقى يعني ناكل كميه شطه او كده، لان هو معرفش هو تقريبا طالع لي يعني في الحته دي، وتقريبا طالع لي فما حبيتش يعني احط شطه، عشان كمان عندي جوز ما بيحبش الشطه. فالمهم هنا بقى عملت الرز حمرته، بعد كده حطيت من الصوص ده، وبعد كده قلبته شويه ونزلت عليه بميه مغليه، وحطيت حطيت واحده ماجي، وده كده كان الاكل كان يجنن.